واحدة ست ما بتخلفش وسليمة، ما بتخلفش وعندها الرحم وعندها كل حاجة بس ما بتخلفش، نسبة العقم عالية على فكرة. فبقول لها ايه؟ بقول لها الفلوس دي ايه؟ تقول لي ما اعرفش. يعني وسيلة. اقول لها لا، الفلوس ايه؟ لحد ما تقولها بنفسها الفلوس دي رزق. اقول لها برافو عليكي. الفلوس ايه يا حاجة؟ تقول لي رزق. اقول لها والعيال دي ايه؟ تقول لي رزق. اقول لها غلط، العيال مش رزق يا حاج. لما ربنا اتكلم على المال قال يرزق من يشاء، لكن لما اتكلم على الاطفال قال يهب لمن يشاء، ما قالش يرزق. الفلوس رزق لكن العيال هبه. يعني ايه هبه؟ يعني هديه. هل ممكن ابعت لواحد صندوق طين على بيته يقول له ده هديه من دكتور حسام ولا يزعل؟ يزعل. ان ما كانتش الهديه حلوه مش هتجيلك. قد ربنا يكون حاجب هذا الابن لانه هيعذب ابوه وامه، هو اللي يعلم. ربنا يعلم انه هيعذب ابوه وامه، جايز يطلع مجرم، مخدرات، يخش السجن، قاتل، جاهل. عشان كده ربنا حجبه قال لك لا. سيدنا الخضر كان ماشي مع سيدنا موسى، ذبح ولد لانه هيعذب ابوه وامه، وطبعا ده بامر من الله. ده الشق الست اللي ما بتخلفش. وبالمناسبة أتمنى إن المراكز اللي عاملة علاج العقم تتغير، لأن العقم ده ختم خدته واحدة ست مش هتخلف. يهب لمن يشاء الإناث ويهب من يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. خلاص ده مش هيخلف. نسميها مراكز علاج العقر. وكانت امرأتي عاقر وخلفت. يبقى العقر غير العقم. العقم ده خد ختم مش هيخلف. ويجعل من يشاء عقيما، لكن العقر ممكن تبقى عاقر وتخلف